تعالى تعالى صلي على الحبيب قلبك يطيب. مش هاخد من وقتك غير 3 دقايق بس عشان خواتنا الزملكاويه عاملين على السوشيال ميديا كده حاله، والاعلام الرياضي شغال على حاله كده مش عجباني، بتفكرني بالسوبر الافريقي. لا احنا ما نروحش، لا انسحب يا كابتن حسين لبيب، لا احنا لو رحنا هنشيل، احنا هنلعب الاهلي ازاي؟ هتلعب الاهلي زي الناس. مباراة الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي ايا كان 50-50. لعيبة الاهلي، مدرب الاهلي اللي انا اساسا كده كده بقلق منه، مش عايزين ننساه ورا الحالة اللي الاعلام الرياضي هيعملها الفترة اللي جاية. مش عايزين ننساه ورا السوشيال ميديا بتاعت الزمالك. لعيبة الاهلي، مباراة الزمالك تبقى اصعب مباراة في الموسم. مباراة الزمالك 50-50. اخواتنا الزملكاوية مش هنقع ان شاء الله في نفس الفخ تاني. المباراة متكافئة يا جماعة. الزمالك ظروفه اقل. وعلى فكرة انا عندي تنبيه بس، 90% من مباريات القمة الفرقة اللي جاهزة اكتر بدنيا وتكتيكيا وفنيا وحالتها افضل في الملعب ونتائجها جميلة هي اللي بتخسر. والله العظيم 90%. 90% من مباريات القمة الفرقة اللي في حالتها وحالتها البدنية ممتازة والإعلام بيتكلم عنها ومكسرة الدنيا هي اللي بتخسر مباراة الأهلي والزمالك. فمش عايزين ننساه ورا الإعلام الرياضي الفترة اللي جاية. اللعيبة محتاجة تركز في التمرين، المدرب محتاج يركز أكتر. مش عايز أقول لك هو عنده أخطاء كتير أصلا، عنده أخطاء كتير. يعني مثلا انا اتفاجئت امبارح ان هو اخيرا سمع كلامنا ولعب محمد عبد الله، لعب محمد عبد الله. امبارح الحمد لله فاجئنا ان هو لعب محمد عبد الله اساسي، وطبعا شفت محمد عبد الله عمل ايه. بيجود في خط الظهر، مورد كوكا وبيلعبوا باك شمال وهو عنده كريم الدبيس في افضل حاله ليه. قلنا ماشي ماشي بيريحوا مباراه الزمالك، مع ان الراجل مش محتاج يريح، الراجل قاعد على الدكه بقاله سنتين. كلام كتير 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 هنتكلم فيه فنيا بعد كده. بس انا قلت الفيديو ده كده تنبيه لجمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي والاداره الفنيه والاداره، ما ننساش ورا الاعلام الرياضي الزملكاوي والناس على السوشيال ميديا. المباراه 50-50 ايا كانت حاله الفرقتين، حتى لو الاهلي هو اللي وحش هقول لك نفس الكلام.